كانوا يغتصبوا النساء على صوت القرآن. وصلتني رسالة من إحدى النساء اللي كانت بسجون الأسد، وصراحة ما تحملت إلا أني شاركها معاكم. بتقول فيها بالحرف الواحد: كانوا يغتصبوا النساء على صوت القرآن. أول شي كانوا يعطونا 5 دقايق ويقولوا لنا فيها تفضلي ناجي رب العالمين خليه أنقذك وادعي له، وبعدها بيرجعوا بيقولوا لنا بالحرف الواحد: انت ساقطة وزانية ولحنا الصح، وكرمال هيك رب العالمين ما عم ينقذك. بعدها بيجي أكبر واحد فيهم وبيقول لها: بدك حفلة ولا سهرة؟ الحفلة يعني يغتصبوها أكثر من شخص، والسهرة يعني يغتصبها شخص واحد، وأكيد أي وحدة فينا حتختار شخص واحد. وهون بصيروا بيلعبوا بنفسيتها وبيقولوا لها: شفتي؟ انت اللي اخترتي، انت اللي بدك كان نغتصبك. وبعدها وبيطلبوا منا بالحرف الواحد تشغل، استغفر الله العظيم، تشغل الآية المفضلة عندها بصوت القارئ المفضل عندها، بيغتصبوها على صوت القرآن. بعد كل مرة كانت ترجع فيها تكتب على الحيط الآية المفضلة عندها: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولما تركت المعتقل كان مكتوب 19 مرة هي الآية، يعني تم اغتصابها 19 مرة، وعم تقلي بالحرف الواحد ما بتتحمل